لو قلتلك إنه في تمرين سري ما بياخد منك غير 5 دقايق باليوم بيقدر يخليك تخسر كل دهون البطن العنيدة ويشدلك بطنك شد ويرجعلك شكل الخصر اللي كنت بتحلم فيه، بتصدقني؟ انسى الكرانش وضياع الوقت وانسى عمليات شفط الدهون وغلبتها. السر مو بالعضلات الخارجية اللي بتشوفها، السر بالعضلات العميقة اللي 99% من العالم ما بيعرفوا يتمرنوها. هالتمرين اسمه الفاكيوم، وبهالفيديو رح اكشف لك السر كيف قدرت تساعد متدرب عندي يتخلص من الكرش وانتفاخ البطن المزعج ويحرق كل دهون البطن بأقل من شهر بس باستخدام هالسر القديم. خليك معي للآخر لأنه طريقة التنفس الصح بالتمرين هي اللي رح تقلب لك حياتك. خلينا نحكي بصراحة، انت هون لأنه غالبا عم تعاني من مشكلة الكرش أو بيقولوا له انتفاخ البطن. حتى لو كنت عم تتمرن وعم تاكل أكل صحي، السبب مو دائما بيكون كله دهون بطن خارجية، السبب بيكون ضعف بعضلة اسمها العضلة المستعرضة البطنية. هاي العضلة بتشتغل مثل الحزام الداخلي تبع جسمك، وهي المسؤولة عن انه خصرك يكون مشدود وبطنك مسطح. تمرين الفاكيوم هو تمرين تنفسي ما بيستهدف حرق الدهون بشكل مباشر مثل الركض، بس شغلته يقوي هذا الحزام الداخلي، فبياخد الأعضاء الداخلية وبيسحبها لجوا. النتيجة شد البطن مو طبيعي. هذا هو السر تبع البطن المسطح عند لاعبين كمال الأجسام والممثلين. اسمحوا لي أحكي لكم عن قصتي مع خالد. خالد إجاني وهو كاره حاله، كان يتمرن 5 أيام بالأسبوع وعامل دايت قاسي، بس بطنه كان منتفخ لدرجة إنه شكله كان مبين كأنه حامل بالشهر الرابع. بسميها مشكلة البطن المنفوخ. الفحص بين إنه مشكلته مو كتر دهون، المشكلة ضعف رهيب بالعضلات الداخلية. قلت له خالد رح نوقف كل تمارين الكرانش ونركز على شغلة واحدة، تمرين الفاكيوم. بالبداية ضحك بس التزم وسمع الكلام. التحدي كان 30 يوم بس. بأول أسبوع بلش يحس صار عنده تحكم أحسن بالتنفس. بالجمعة الثانية هو ومرته لاحظوا إنه بناطلينه صاروا واسعين عليه، والأهم راح انتفاخ البطن بعد الأكل. لما خلص الشهر خالد ما نزل كتير بالوزن، بس محيط خصره نزل أكتر من 10 سنتي. بطنه صار مشدود شد، والخطوط الجانبية لخصره صارت واضحة. الفاكيوم ما حرق له الدهون بشكل مباشر، بس هيئ البطن إنه يبين مسطح ومشدود، فخلى الدهون القليلة تختفي. هذا هو سر الفاكيوم يا جماعة. شرح طريقة التمرين والتنفس وقت تمرين الفاكيوم. هلأ خلينا نبلش بالشغل. الطريقة الصحيحة لتمرين الفاكيوم، اسمع منيح لأنه التنفس هو أساس الشد. 1. وضعية التمرين. الوضعية الأسهل للمبتدئين الوقفة العادية أو الاستلقاء على الظهر. الوضعية الأفضل والأقوى تكون منحني للأمام على يديك ورجليك أو مستند على شيء، المهم تكون عكس الجاذبية. 2. طريقة التنفس المفضلة. 1. ابدأ بالشهيق، سحب نفس عميق كتير من أنفك، املأ بطنك بالهواء على الآخر. 2. زفير كامل، طلع كل الهواء من تمك بقوة وعلى مهل كأنك عم تنفخ شمعة، وهي أهم خطوة. 3. الفاكيوم، الشفط. هلأ وانت عم تتنفس بلش تسحب سرة بطنك لجوا باتجاه عمودك الفقري بقوة قدر الإمكان. تخيل إنك عم تحاول تلمس ظهرك بالسرة. شد البطن الداخلي وتفعيل عضلات الكور. 4. الثبات، ضل ثابت بهالوضعية لمدة 15 ل 30 ثانية للمبتدئين. 5. التحرير، رخي الشد شوي شوي وخذ نفس طبيعي. استراحة بسيطة للتحضير التكرار الثاني. خطة التمرين اليومية، لحتى تحصل على نتائج مثل نتائج خالد لازم تلتزم بهذا الروتين. التكرار 3 ل 5 مرات بكل جلسة. العدد اليومي، كرر الجلسة مرتين باليوم، الصبح على معدة فاضية وبالليل قبل ما تنام. الوقت الأفضل للتمرين على الريق تماما، هذا بيعطي نتيجة أقوى بشد البطن. الفوائد الرئيسية، شو هي الفوائد اللي رح تجنيها لما تتقن تمرين الفاكيوم؟ شد البطن والتخلص من الترهلات، هو أقوى تمرين لشد ترهلات البطن بعد الولادة أو بعد ما تنزل وزن. خصر منحوت، حزام خصر طبيعي بقوي عضلات الكور الداخلية، وهذا بقلل محيط الخصر بشكل ملحوظ. حرق الدهون بطريقة غير مباشرة، بس تتحسن وقفتك وتتفعل العضلات الداخلية، جسمك بصير أحسن بحرق السعرات الحرارية على المدى الطويل. تعديل وضعية الجسم وتخفيف أوجاع الظهر، عضلات كور قوية يعني سند أحسن للعمود الفقري. الفاكيوم مو بس تمرين، هاد سلاح سري.
خالد حقق النتائج اللي حكيت لك عنها لأنه ما ضل يتفرج بس، بلش يطبق من أول يوم. بدك تكون قصة النجاح الجاية عندي؟ احفظ الفيديو. بتحداك تبلش هالتمرين اليوم، 5 دقايق بس. التحدي مو بالوقت، التحدي هو إنك تستمر. بدي أشوف قصصكم، اكتبولي بالتعليقات هلأ بلشت التحدي 30 يوم فاكيوم. كمان اكتبلي إذا بتعرف هالتمرين قبل ما تشوف هذا الفيديو. اتذكر، شد البطن وحرق الدهون مو بس بالتمارين الخارجية، السر كله بالداخل. اشترك بالقناة هلأ وفعل زر الجرس، حط لايك للفيديو وشاركه مع صديقك أبو كرش، خليه يبدأ التحدي اليوم. شوف الفيديوهات اللي ظهرت قدامك على الشاشة حتى تبني جسم مثل الحديد.